السلام عليكم. هل عمرك صحيت من النوم وعندك خطط وأحلام وفجأة اليوم خلص من غير ما تعمل أي حاجة؟ ليه التحفيز بيجي بسرعة وبيمشي أسرع؟ في الفيديو ده هقولك السر الحقيقي للتحفيز وإزاي تخليه يشتغل لصالحك طول الوقت. طيب يعني إيه تحفيز؟ التحفيز هو الشعور اللي بيخليك تبدأ، بس مش هو اللي بيخليك تكمل. الناس فاكرة ان النجاح محتاج تحفيز، الحقيقة ان النجاح مش محتاج تحفيز، النجاح محتاج عادة. ازاي؟ زي واحد يروح الجيم اول يوم متحمس جدا، بعد اسبوعين يكسل. ليه؟ لان الاعتماد على الشعور بس عمر قصير جدا. طيب يا ترى ليه بنفقد التحفيز بسرعة؟ 3 اسباب رئيسية. اول حاجة انك بتبدأ باهداف كبيرة قوي، عايز اخس 20 كيلو، عايز اتغير 180 درجة، فيحصل ضغط نفسي ونستسلم. تاني حاجة مفيش خطة واضحة، تحفيز زائد بدون خطة بيساوي ضياع. تالت حاجة بنستنى اللحظة المناسبة، لما افضى، لما ارتاح، لما الظروف تتحسن، والحقيقة اللحظة المناسبة مش هتيجي، انت اللي بتخلقها. طب يا ترى ايه هو السر الحقيقي للتحفيز؟ السر هو انك تربط التحفيز بالعادة مش بالمشاعر. يعني ايه؟ يعني تبدأ صغير جدا لحد ما عقلك يتعود وبعدين تزود. مثال بسيط، بدل ما تقول هتمرن ساعة يوميا هقول هتمرن 5 دقايق بس، بعد اسبوع خليهم 10 دقايق، وهكذا. ودلوقتي هديك خطوات عملية تخليك متحفز طول الوقت. أول حاجة اكتب هدف واحد فقط لمدة شهر، مش 10 أهداف، هدف واحد واضح وبسيط. تاني حاجة اعمل خطة 10% بس، ابدأ ب10% من اللي نفسك توصله. عايز تقرأ ساعة اقرأ 6 دقايق، عايز تجري 3 كيلو اجري 300 متر. تالت حاجة كافئ نفسك، المخ بيحب المكافأة. كل مرة تعمل عادة صغيرة ادي نفسك تقدير، كلمة حلوة، حاجة بسيطة. رابع حاجة سجل تقدمك، ورقة، تطبيق، نوت على الموبايل. التسجيل بيخلي التحفيز يستمر لأنه بيوريك إنك بتتقدم فعلا. وفي النهاية التحفيز بس شرارة، لكن العادة هي البنزين اللي بيخلي العربية تمشي. ابدأ صغير واستمر والنتيجة هتبهرك. لو عجبك الفيديو دوت ما تنساش اللايك والاشتراك، ونشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. سلام عليكم.